فيديو النهارده عن حاجات بطلت اشتريها لما عرفت الستايل بتاعي. اي نعم انا لسه لحد الان في رحله ان انا اكتشف الستايل بتاعي او اثبت على حاجه معينه او معايير معينه اشتري على اساسها، لكن فكره ان انا مبدئيا اعرف ايه اللي ينفع لي وايه اللي ما ينفعنيش وايه اللي بيناسبني وايه لا بيوفر عليا وقت كتير ومجهود وفلوس طبعا. فيلا بينا نشوف ايه الحاجات اللي بطلت اشتريها. جايز واتساب، انا بسنت بعمل فيديوز عن ازاي نبني لبنه صح وازاي نلبس لو احنا بتيز وازاي نعرف الستايل بتاعنا وعن الهدوم المستعمله وعن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو. حاجه بطلت اشتريها هي الترندز. انا طبعا قلت قبل كده كتير ان انا مش شخص بيتجنب الترند، بالعكس عادي انا ساعات بلبس حاجات ترندي او بشتريها حتى من المستعمل، لكن انا مش بفضل ان انا اشتري اي حاجه وخلاص، يعني مش اي حاجه تنزل هجيبها، بالذات لو الحاجه دي انا عارفه وشايفه ان هي هتقعد مثلا السيزون ده وبعد كده هاجي السيزون اللي بعده هركنها، او هحس ان هي لا اوت اوف ستايل فانا مش هلبسها فهضطر اركنها واضيع فلوسي على الفاضي. يعني مثلا زي الاجز السنه دي نازله ومنتشره، انا بحس ان هي بتدي ايحاء بالراحه وشكلها كيوت الصراحه مش هنكر، لكن انا كبسان شايفه ان هي حاجه مش عمليه بالنسبه لي، والافضل بالنسبه لي مثلا ان انا اشتري بوت او ان انا اشتري مثلا لوفرز بحيث ان هي تقعد معايا فتره اطول والبسها سنين ياما، احسن ما اجيب حاجه البسها سيزون واحد واركنها وابقى دفعت فلوسي على الفاضي وحطيت حاجه ستفتها عندي في الدولاب من غير فايده. تاني حاجة بطلت اشتريها لما عرفت الستايل بتاعي هي الحاجات اللي معمولة من البوليستر، بالذات واحنا في الشتاء، البلوفرات او السويترز. بطلت اشتريها من فترة طويلة من حوالي سنتين. بطلت ان انا اشتري اي حاجة داخل فيها بوليستر داخل فيها اكليريك، كل الخامات دي انا صراحة ما بحبهاش، وانا ما بحبش البوليستر في العموم لانه بالنسبة لي مش خامة مريحة ان انا البسها على جسمي ومضرة للجسم وبتعمل ريحة عرق. الصراحة انا مش بحبها، بالذات في خامات معينة كده لما يدخل فيها البوليستر ياما بتعمل ريحة عرق مش احسن حاجه صراحه، فبطلت اشتريهم. بحس ان هما كمان شكلهم مش قايم والقطعه ممكن تبقى تقيله جدا لكن على الفاضي، بالذات لو مش داخلها اي صوف او كده، وفي نفس الوقت بالنسبه لي بتبقى صعبه جدا في التنسيق، لان انا مثلا هجيب بلوفر زي ده او سويتر زي ده هاجي بقى احتاج تحتيه كذا طبقه عشان احس ان انا متدفيه، ولما اجي اضيف جاكيت هتبقى الطبقات دي ياما جدا مش هعرف اتحرك واجي اعمل كده مش هعرف اعمل حاجه، فكل الحاجات دي مش بحبها صراحه فبطلت اشتريه. وكمان البوليستر من الحاجات اللي مضره جدا للبيئه، ودلوقتي بتجنب اشتريه بالذات من ساعه ما عرفت الاصواف الطبيعيه وجربتها في اللبس. ميزه الصوف الطبيعي انه شكله قيم بيدفي وبيحافظ على حراره الجسم ومش بنحتاج ان احنا نلبس طبقات كتير، يعني ممكن نكتفي بطبقه واحده لان هو اصلا بيكون خفيف عموما ونلبس فوقها جاكيت هيدفينا جدا، ونتجنب فكره ان احنا نعمل رقات فوق نفسنا كده. دايما بتاكد ان القطعه اللي اشتريها يكون داخل فيها صوف طبيعي، يكون داخل فيها كشمير، كل الحاجات دي بتبقى ناعمه جدا على الجسم وشكلها اصلا بيبقى قايم وملفته للنظر، حتى لو هو بيزك ساده او بلوفر ساده كل الحاجات دي بتبقى حلوه جدا. بجيبهم منين؟ بجيبهم من المستعمل، دي طبعا حاجه معروفه، لان انا لو حاولت ان انا اشتري حاجه من بره صوف طبيعي بلوفر او بلوفر مثلا كشمير او الحاجات دي عايزه لها 2003 لطالع يعني، فطبعا الهدوم المستعمله اوفر بكتير في نقطه زي دي، وفي نفس الوقت هتكون ارخص من اي بلوفر هشتري. يعني حتى لو دفعت في البلوفر 200 جنيه ولا حاجه وده مش بيحصل اصلا، هيبقى بردك ارخص من ان انا اروح اشتري واحد مثلا ب 350 وطالع، وبردك هيبقى حاجات صناعيه بس كده. تالت حاجة بطلت اشتريها هي السكيني جينز. انا مش فاكرة اخر مرة بجد اشتريت فيها سكيني جينز كانت امتى، تقريبا كانت وانا في سنة اولى كلية، ومن ساعتها ما جبتش سكيني تاني، وهو لحد الان اصلا مركون لان انا ملبستوش، مركون في الدولاب ومش عارفه انا سايباه ليه. انا مش بحبه في العموم لان انا بحسه من الحاجات اللي مش مناسبه للشيب بتاعي في المطلق، يعني ساعات بشتري حاجات وبقول ان هي مش مناسبه للشيب بتاعي لكن بظبطها بالستايلينج، لكن السكيني جينز بالنسبه لي من الحاجات اللي ملهاش حل بصراحه. كل ما اشوفه بفتكر عقدي النفسيه لانه كان دايما بالنسبه لي مقرف جدا في الشراء وفي نفس الوقت مقرف في التنسيق، لانه من الحاجات اللي بتبرز حجم الجسم الطبيعي، فبتبرز حجم جسمي ان الزياده اللي في وزني بتبقى في جسمي من تحت وجسمي من فوق ارفع، فصراحه بتجنب ان انا اشتريه في المطلق. يعني هو واحد عندي في الدولاب بقول لا ربما احتاجه في حاجه لكن هو مركون انا مبلبسوش. رابع حاجة بطلت اشتريها هي اي حاجة فلات على الارض والحاجات اللي حجمها صغير. قد يبدو شيء غريب للبعض لكن انا شخص مقاس رجله صغير جدا، هو تقريبا 36 37، يعني ساعات بلبس 36، ودي حاجة انا مش بحبها صراحة ومش بحس ان هي متوازنة مع الحاجات الكبيرة اللي انا بلبسها، فبالتالي اي حاجة بجيبها مقاسها يبرز يعني حجمها يبرز حجم رجلي الطبيعي مش بحس ان انا بحبها، واي حاجة بجيبها على الارض مش بلبسها. انا بحب الكوتشيات والشوزات اللي تشانكي اللي هي تكون كبيره فيها
5 سنتي كده طول، بحس ان هي تفرق معايا في الطول. العيد اللي فات الصغير اشتريت كوتشي نيو بالانس حلو جدا ومن اريح الحاجات فعليا لبستها في رجلي، لكن مشكلته معايا ان هو كان حجمه صغير، مش تشانكي ومش كبير، وفي نفس الوقت على الارض، فما لبستوش ياما، ولحد انا مش بلبسه ياما، بلبسه في الاوقات اللي هلف فيها او اوقات اللي انا محتاجه حاجه تمشي على اللي انا لابساه يعني، او هو ماشي على الحاجه اللي انا لابساها. مش بحس ان انا مرتاحه له في الشكل، عشان انا بلبس حاجات شانكي من فوق، فببقى عايزه حاجه اللي هو شانكي من تحت فتعمل بالانس وكده. وفي نفس الوقت الفتره دي بطول البنطلونات الجينز بتاعتي، بطلت ان انا اتنيها او البس بنطلونات جينز قصيره. اغلب البنطلونات اللي جبتها الفتره دي طويله تغطي الكوتشي او تبرز منه حاجه صغيره، فده طبعا مش نافع معايا، البنطلونات بتجرجر مني في الشارع، فهو يعتبر بالنسبه لي مركون او مش مستغل بما فيه الكفايه. فدي من الحاجات اللي انا مش هشتريها تاني. بعد كده هركز ان انا اجيب الحاجه تشانكي فعليا، حتى لو عجبني الستايل بتاعها لازم اجيبها كده عشان البسها ومركنهاش. حاجه معانا هي الكونفرس. الكونفرس من الحاجات اللي انا بشوفها حاجه بيزك، حاجه عمليه، كل الناس بتلبسها، من الحاجات اللي بتليق على اي حاجه عموما، سواء بقى مثلا لبس جيبات وكده او بنطلونات. لكن انا بالنسبه لي كشخص من الحاجات اللي مش بفضلها ومن الحاجات اللي اشتريتها وركنتها، رغم ان انا وانا في فتره المراهقه اللي هي الاعدادي والثانوي كنت ما بلبسش غيره بالذات في الاعدادي، لكن دلوقتي لما كبرت مش بحسه او مش بحبه لسببين. انا لما ببص له وانا لابساه من فوق بحس ان هو شكله مش حلو صراحه، ودي حاجه شخصيه يعني، بحس ان هو مطول الرجل قوي. وتاني حاجه ودي سبب مهم قوي بالنسبه لي، ان هو وشه رفيع ومضموم، وانا وشي رجلي عريض شويه، فلما بلبسه بيوجعلي رجلي جدا ومبقدرش امشي بيه مسافات طويله، فمش بحس ان هو صراحه حاجه بالنسبه لي حلوه. وانا في الكليه جبت واحد زيتي علشان يمشي مع الهدوم، انا كنت محتاجه كوتشي او حاجه يعني في الرجل زيتي، وما لقيتش غير الكونفرس، فقلت اجيبه تغيير يعني. فالمهم ان انا لبست لبستين ومركون لحد الان ما بلبسوش اساسا، فبرضك من الحاجات اللي انا بطلت اشتريها وبشوف بدائل تانية للقطع البيزك دي. حاجه معانا هي الكولد تونز. انا مش شخص بيركز الصراحه قوي مع الالوان، وبحس ان انا اي حاجه بتريق عليا عادي، او مش بركز قوي ده مفتحني ده مجمعني ده مش عارفه ايه. لكن اللي لاحظته فعلا اني لما بلبس حاجه الاندر تون بتاعها بارد مش دافي، عشان الاندر تون بتاعي دافي ممكن تبين ان انا وشي بهتان شويه او مش في احسن حالته، مش مشرق، تعمل هالات سودا تحت العين. فبتجنب ان انا اشتري حاجه الاندر تون بتاعها بارد، وفي نفس الوقت بتجنب التوبس من فوق تكون لونها مقارب لون بشرتي، ان انا قبل كده كنت لابسه تي شيرت كان لون بشرتي بالظبط، فحسيت ان هو فعلا عامل انعكاس على وشي وفعلا مخلي وشي باهت جدا. فعلشان كده قررت برضك ان انا مش هشتري حاجات قريبه للتون بتاع وشي، على ان انا لما اشتري لون اي لون بقى ايا يكن، ان انا مش مرتبطه بالالوان قوي صراحه، المهم ان انا اجيبه يكون الدرجه الدافيه بتاعته مش الدرجه البارده. حاجه ليها علاقه بالالوان هي الهدوم السوداء. انا شخص ما بيحبش الاسود، مع اني زمان كنت بحب الاسود جدا، لكن دلوقتي صراحه مش بفضله ومش الحاجه اللي عيني بتروح لها. مثلا لما اشوف حاجه سوداء عيني مش بتروح لها عموما، لاني ما بقتش بفضل الاسود حاليا، غير في الحاجات الاساسيه زي مثلا جاكيت. ممكن مثلا عندي 2 بيزك مثلا اسود وواحد بلوفر كده، والاتنين التانيين دول بقالهم سنتين 3، واحد بس لسه شارياه. فانا ما بحبش الاسود لانه مرتبط بالنسبه لي بفتره كانت ثقتي في نفسي فيها قليله، فكنت بتجه ان انا البس اسود على اساس ان الاسود بقى بيرفع والاسود مش هيبين ومش عارفه ايه، فممكن يكون عندي كده منه تروما كده صغنططه كده قد كده. فدلوقتي صراحه بتجنب ان انا اشتريه في المطلق يعني، ما بشتروش غير في شنطه مثلا جزمه مش عارفه ايه، انما هدوم ان انا البسها لا صراحه، بحسه لون كئيب يدعو للاكتئاب، بحسه لون بالنسبه لي بقى ايه بيفكرني بايام زمان بقى. فدلوقتي بحب ان انا اجيب الوان فاتحه صراحه، اجيب اصفر، اجيب الوان عاديه، اجيب بيجات، بحب اللون البيج قوي، بحب الاصفر قوي عموما. وبحاول ان انا ادخل الوان الفتره دي، انا اعمل الحوار مش بيظبط على طول لان انا لسه ببني دولابي، فبضطر ان انا اجيب حاجات بالوان اساسيه وبعد كده ابقى اضيف الوان. لكن اللي في دماغي ان انا بلبس الوان بس، ما بجيبش الوان اسود، ما بجيبش كحلي، ما بجيبش الحاجات دي غير للضروره او حاجه عجبتني قوي يعني. حاجه بطلت اشتريها هي اي حاجه من غير ويست. عموما الشيب بتاعي مهم قوي بالنسبه له ان احنا نحدد منطقه الويست، علشان دي منطقه رفيعه، وعلشان الجزء ده بيبرز ان الجسم كيرفي مش الجسم مليان، او مش الجسم ده مربع وعريض. فبالتالي مهم جدا ان انا البس مثلا بنطلونات هاي ويست، ما البسش بنطلونات مثلا ميد رايز، او ميد رايز برضك ماشي بس انا ما بحبوش او مش بفضله يعني. ما البسش مثلا بنطلونات تكون ساقطه، او جيبات ما تكونش هاي ويست، او مثلا ايا يكن بقى حتى لو جامب سوت مثلا المفروض الويست بردك بتاعها يكون واضح، او الفساتين بردك المفروض الويست بتاعها يكون متحدد، عشان دي بالنسبه لي تعتبر ارفع منطقه يعني. انا اصلا رفيعه من فوق، بس دي من
ارفع منطقة، فبتبين ان الجسم كده فيه شيب وفيه تجسيمة، عكس لما البس حاجة الوسط بتاعها مش متحدد او الوسط بتاعها مش مكانه مظبوط وساقط، بتبين الجسم بقى ايه. تاسع حاجة معانا هي الشنط الكبيرة، ودي حاجة ملهاش علاقة بالشيب بتاعي. انا صراحة برضك رغم اني بتيت وكده والمفروض في حاجات ياما ملبسهاش زي مثلا الاوفر سايز، لكن انا بحب اشتريها، بحب البسها وبحاول ان انا اعمل لها ستايلنج بحس ان هي تليق مع الشيب بتاعي. لكن انا الشنط الكبيرة بحسها ان هي مش مريحة بالنسبة لي في الحركة، يعني بحس ان انا شايلة تهمة معايا كده، عايزة حد يشيلها لي وانا بركب، عايزة حد يشيلها لي وانا بتحرك وانا بطلع سلم، مش عارفة ايه، بحس ان هي مش مريحة بالنسبة لي في المطلق في الحركة. وتاني حاجة ان انا ما عنديش نشاط او حاجة بعملها دلوقتي تستلزم ان انا يبقى معايا شنطة كبيرة، يعني انا هي الشنطة الصغيرة بالنسبة لي يا دوبك تشيل معايا التليفون، محفظة، مش عارفة شوية حاجات كده زي مشت، مش عارفة روج، معرفش ايه، والفلوس وكده وخلاص، يعني مش محتاجة شنط كبيرة اروح بيها حتة، ان انا ما بشيلش حاجة اصلا معايا، فبالتالي مش بحس ان انا محتاجاها ومش بحس ان انا مضطرة ان انا اشتريها حاليا، فبطلت ان انا اشتريها من زمان تقريبا، ده من يمكن وانا في سنه تالتة كليه مثلا ولا حاجه، سنه تانية شنطتين واستعملتهم شويه وبعد كده سبتهم في البيت، في واحده عطيتها لماما والتانية معرفش اختفت فين، وبطلت ان انا اشتري شنط كبيره عموما، ان انا اكتشفت ان الكليه عندي مكانتش محتاجه شنط كبيره اصلا. اخر حاجه بطلت اشتريها هي القطع المطبوعه، انا شخص مش بيحب اغلب الطبعات، في حاجات معينه بس اللي بحبها زي المخطط والطبعات اللي هي مديه على طبعات فينتج والحاجات الفلاوري، بس الحاجات اللي هي الوردات بتاعتها صغننه كده والباترون بتاعتها كلها صغيره، ما بحبش الحاجات الكبيره، فبالتالي انا مش شخص بيلبس حاجات مطبوعه كتير. بالذات ان انا كمان بحس ان هي مش انسب حاجه لشخص بيبني دولابه، يعني الاولى ان انا اجيب حاجات بيزك ساده عشان هتكون اسهل في التنسيق، وفي نفس الوقت بقى انا في حاجات ياما ما بحبهاش، يعني مثلا زي البولكا دوتس او اللي هي الباترون المنقطه دي ناس ياما قوي بتحبها، وهي اصلا تعتبر حاجه بيزك بردك، لكن انا صراحه مش بفضلها، فبالتالي اغلب الوقت هتلاقوني لابسه هدوم ساده، قليل قوي لما تلاقوني لابسه هدوم مشجره عشان بطلت اشتريها عشان مش بحبها. بس كده اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو عندكم اي سؤال عن حوار الستايلينج او عايزين تعرفوا اي حاجه عن الستايلينج ارشح لكم ان انتوا تشوفوا الفيديو دوت، الفيديو ده هيفيدكم جدا بالذات لو انتوا لسه مش عارفين الستايل بتاعكم او لسه عايزين تحددوا الملامح بتاعته كده، فشوفوا الفيديو دوت. ودلوقتي هقول لكم مع السلامه في الفيديو ده، ولكن هشوفكم في الفيديو اللي جاي، باي.